السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد موسى من قناة مستر تك. أهلا بكم. زوجتك وأولادك لكل واحد فيهم تليفون شخصي؟ وهل في سن معين للأولاد؟ طيب تليفوني جديد لسه في كرتونته، ينفع أعدي بيه من الجمارك وهو في الكرتونة ولا لازم أشيله من الكرتونة؟ كل ده هنفهمه سوا مع بعض وبتجربة أحد المسافرين. خليكم معانا ومستر تك. في البداية لو بتتابعنا لأول مرة متنساش تضغط سبسكرايب وتشترك في القناة، وما تنساش اللايك الجميل وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. من أكتر الأسئلة اللي بنتسألها: أنا راجع من السفر ومعايا زوجتي وأولادي، فهل من حق كل واحد فيهم إن هو يبقى معاه تليفون شخصي؟ وبالنسبة للأولاد هل لهم سن معين؟ طب أنا لو معايا جهاز جديد لسه في كرتونته، هل لازم أشيله من الكرتونة ولا أعدي بيه بالكرتونة ويتفعل عادي؟ ودي تجربة شخصية لأحد المسافرين. بيقول: نزلت النهاردة 1/10 مطار القاهرة، فعلت جهاز جديد عادي، محدش بيسأل معاك كام جهاز. انت لو عاوز تفعل بتقول لهم انا عايز افعل الجهاز ده، بيسألوا منزلتش مصر قبل كده، يعني الجهاز ده منزلش مصر قبل كده، ويفعلوه عادي. سألته هل في جهاز شخصي مجاني وجهاز هدية؟ قال لي لا، مفيش تعليمات بالكلام ده، وقال الجواز ليه جهاز واحد فقط، وعمر الشخص اللي ينفع يتفعل له جهاز على جوازه ما يقلش عن 15 سنة، لكن ده ممكن يتعدل بعد كده. الموضوع مش بياخد 3 دقايق، وعادي لو الجهاز لسه في كرتونته. شيكت بعدها بساعة، فعلا كانت الضريبة اتشالت، وطبعا قال لي جهاز واحد كل 3 سنين. جهاز واحد كل 3 سنين وارد تتعدل برضه. نفهم من كده ان الاولاد كل واحد فيهم له جهاز شخصي بشرط ما يقل سنه عن 15 سنة حتى الآن، ولو في اي تعديل هنعرف بعد كده. وعادي ان يكون جهازك الشخصي جديد في كرتونته ومش لازم تطلعه من الكرتونة، ممكن تعدي بيه بكرتونة وهيتفعل عادي. وبالنسبة للجهاز الهدية فلسه مفيش تعليمات بكده، ولكن ممكن بعد كده ممكن تكون موجودة، لسه محدش عارف. على العموم احنا بنتابع الفترة الجاية واي تحديث هنعرفه سوا مع بعض، ويا ريت اي حد يمر بتجربة شخصية مع جمارك المحمول يبلغنا بحيث نطمن ونفيد الناس ونتبادل المعلومات. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة متنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبوها لي في تعليقات أسفل الفيديو، وبحاول أرد عليكم في أقرب وقت ممكن. وما تنسوش الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك والتيك توك محمد موسى مستر تكنولوجي ومستر تك. وشكرا على حسن متابعتكم.